بسم الله وبالله والحمد لله وصلى الله على النبي محمد وآله ومن والاه. أخواني، لا نقاش في طلب العلم وأهميته، لأن البشرية كلها اجتمعت واتفقت على أهمية طلب العلم، ولا أتصور أن عاقلا لا يعرف أهمية طلب العلم. العلم شيء جدا مهم، ولأجل العلم خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض. ولكن نقول: هل يكفي طلب العلم أو أن يكون الإنسان عالما؟ هل يكفي الجواب قطعا كلا، لا يكفي أن يكون الإنسان عالما أو متخصصا في بعض العلوم، سواء كانت العلوم هذه علوم كما يصطلحون علوم الأبدان أو الأديان، هسه متخصص في الطب، في الفيزياء، في الكيمياء، في الرياضيات، أو في الدين، في أبواب الفقه، في أبواب الأصول. هذا لا يكفي قطعا ويقينا أعزائي. الذي يكمل ذلك، بل هو الغاية المهمة، أن الإنسان يسير إلى الله تبارك وتعالى. الإنسان يفر إلى الله، يعرف الله، يعرف صفات الله، يتقرب إلى الله، يزكي نفسه. هذا المهم. ولا ما فائدة العلوم؟ ما الفائدة من العلم إن لم يكن مقربا لله تبارك وتعالى؟ فلا بد للإنسان، ولا سيما لطالب العلم، وحقيقة أنا أنصح هذه النفس الخاطئة الأمارة بالسوء، وأذكركم أيها الأحبة أننا ننشغل كثيرا كثيرا بتزكية النفس وبمعرفة الله والتقرب من الله والتحلي بالأخلاق الحميدة الحسنة الطيبة. نعم، مهم الإنسان يكون عالم، لكن إيش أقول؟ إنه الأهم الإنسان إذا عنده أخلاق طيب، يعرف الله، يتقرب إلى الله، يبحث عن مرضاة الله تبارك وتعالى. وإلا شنو فائدة العلم؟ ويصحب العلم الغرور، يصحب العلم التكبر، يصحب العلم التعالي، أو يتعلم لأجل صرف وجوه الناس إليه، أو لكسب المال أو الشهرة. شنو فائدة هذه؟ باكر عقبه نموت يروح الإنسان إلى هذا التراب.